مرحبا. اليوم حضرت لكم مناقيش مشكلة بعجينة طرية وهشة بتصير لكل أنواع المعجنات. حضرت لكم فيها مناقيش بأربع حشوات بطريقة سهلة كتير وطعمة ولا أطيب من هيك. تابعوا معي الفيديو وتعالوا مع بعض لنشوف طريقة التحضير. بتمنى منكم تدعموا الفيديو بلايك، وإذا كنتوا لأول مرة عم تشوفوا قناتي ما تنسوا تشتركوا بقناتي مطبخ مروة. ويلا مع بعض نبدأ بطريقة التحضير. بوعاء غميق رح ضيف كوب من المي الدافية وكوب من الحليب الدافي، وبنزل عليهم نص كوب من الزيت النباتي، بالإضافة لمعلقة كبيرة من السكر وظرف من الخميرة الفورية ما يعادل معلقة طعام كبيرة مليانة. ورح أضيف معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وفيكن تستبدلوه بلبن الزبادي بيعطي هشاشة وطراوة للعجينة. وهلأ بحركهم مع بعض بشكل كتير منيح وبغطيهم وبتركهم على جنب حوالي 5 دقايق لحتى تتفاعل الخميرة. وهلأ بدي نزل عليهم 6 أكواب من الطحين، استخدمت طحين أبيض متعدد الاستعمالات. بنزل أول كوب وبقلبه تقليب بالخليط، وبنزل الكوب اللي بعده، بضيف كوب ورا التاني مع التقليب المستمر لحتى تلم معنا العجينة. طبعا والطحين لازم يكون منخول، كتير مهم لأي نوع من المعجنات. وعلى آخر كوب ضفت ربع معلقة صغيرة من الملح. وهلأ بدي أنقل المكونات لوعاء كبير لحتى يسهل علي عجنهم. وببدأ بعجنهم بشكل كتير منيح. بالبداية رح تلاحظوا إنه العجينة دبقة شوي وبتلزق، هي مع استمرار العجن رح تطرى معكم وتلم على بعضها. ولازم نعجنهم أقل شي لمدة 10 دقايق لحتى تتشكل معنا عجينة طرية وناعمة. مثل ما شايفين ما شاء الله العجينة كتير طرية وناعمة وما بتلزق بالإيد. وهلأ بوعاء نظيف رح أدهنه بشوي من الزيت النباتي، وكمان بالإيدي بشوية زيت. وباخد العجينة وبحطها وبغطيها بكيس نايلون، وبعدين بفوتة المطبخ وبتركها ترتاح وتتخمر أقل شي لمدة ساعة. وهلأ بدي أحضر المحمرة بمقلاية على النار. رح أضيف كمية بسيطة من زيت الزيتون، ورح أضيف عليهم بصلة حجمها وسط فرمتها بشكل ناعم. وبقلب البصلة على النار لحتى تدبل شوي، وبعدين بدي أنزل عليها معلقتين كبار من دبس الفليفلة. وبقلبهم مع بعض بشكل كتير منيح. وهلأ رح نزل عليهم البهارات. رح أضيف معلقة صغيرة من الملح، طبعا الملح حسب الرغبة، نص معلقة صغيرة من البابريكا الحلوة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، بالإضافة لمعلقة كبيرة من الزعتر الأخضر الناشف أو الأوريجانو. وهلأ بدي أضيف عليهم 5 حبات من البندورة فرمتهم بالفرامة، وفيكن تبرشون بالمبراشة بشكل ناعم. وبقلبهم على النار وبتركهم لمدة 5 دقايق لحتى تتسبك معنا المحمرة. وبعد هيك بصفيها من المية الزايدة مية البندورة، وبتركها على جنب لحتى تبرد. وهلا رح ضيف عليهم معلقة ونص كبار من السمسم المحمص، ومعلقة كبيرة من الحبة السوداء أو حبة البركة، وبقلبهم مع بعض بشكل منيح. الحشوة التانية عندي هون الجبنة، جبنة عكاوي، فيكن تستخدموا أي نوع جبنة متوفرة عندكن. رح ضيف لها كمان السمسم المحمص وحبة البركة وبحركهم مع بعض. والزعتر رح ضيف له زيت الزيتون وبقلبهم بشكل منيح، وهيك الحشوات صاروا جاهزين معنا. وهذا شكل العجينة بعد ما اختمرت وتضاعف حجمها. شوفوا ما شاء الله كيف قوامها طرية وناعمة. راح أفرغ الهواء منها وراح أقطعها لأربع أقسام متساوية. باخد كل قطعة وبكورها بهذا الشكل، وما ننسى نغطي العجينة حتى ما تنشف معنا. باخد قطع من العجينة وبقطعها على شكل كرات بهذا الشكل. راح أعمل هون المناقيش بحجم وسط، فيكن تعملوها صغيرة أو كبيرة مثل ما أنتم بتحبوا.
وبعد ما شكلتهم بشكل كرات بغطيهم وباخد أول قطعة برشاشات بسيطة من الطحين وببدأ بفرد العجينة بواسطة الشوبك. وعجينة المناقيش لازم تكون رقيقة بهي السماكة وهي رح تنفش بالفرن. بدي شكل الأطراف بهي الطريقة، بضغط على الأطراف بهذا الشكل، وفيكن تخلوها سادة مثل ما انتو بتحبوا حسب الرغبة، بس هيك بيعطيها شكل كتير حلو. رح أعمل مناقيش الزعتر والجبنة بهذا الشكل، إني أضغط على الأطراف بهي الطريقة، والمحمرة والبيتزا رح أتركهم سادة مثل ما هن. مثل ما شفتوا طريقة تشكيلها كتير سهلة وبسيطة، وبكفي باقي الكمية بنفس الطريقة. وبحطهم بصينية الفرن ورح أدهنهم بالزعتر. الأفضل نختار الزعتر الأخضر لأنه الأحمر بيسود بالفرن. بدهنهم بشكل منيح وهيك الصينية صارت جاهزة لحتى أدخلها للفرن. والعجينة المحمرة كمان بدهنها بنفس الطريقة، فيكن تزودوا أو تقللوا الكمية حسب ما أنتوا بتحبوا، وفيكن تتركوها سادة بالمحمرة أو تضيفوا لها الأشقوان كمان بيعطيها طعم كتير طيبة. وبدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200. بالبداية بحط الصينية من تحت، بعدين برفعها وبشغل من فوق لحتى تتحمر. وحشوة الجبنة بوزعها على العجينة وبضغط عليها بإيدي حتى ما تطلع الجبنة من العجينة. بكفي باقي الكمية بنفس الطريقة. فيكن كمان إذا حبيتوا تضيفوا البقدونس أو الزعتر الأخضر للجبنة كمان بيعطيها طعمة كتير طيبة. وهذا كان شكلهم بعد ما طلعتهم من الفرن، ما شاء الله ريحتهم بتشهي وطعمتهم كمان كتير كتير طيبة. طبعا لازم بعد ما نطلعهم من الفرن نغطيهم حتى ما تنشف معنا العجينة. الحشوة الرابعة عملتها بصوص البيتزا، عملته معكم بفيديو سابق، ضفت لها جبنة الموزاريلا وزينتها بالزيتون المقطع والفلفل الخضراء، عطاها شكل كتير حلو. أطفالكم رح ينبسطوا فيهم كتير. وهيك المناقيش صاروا جاهزين، ريحتهم جد بتشهي وطعمتهم كمان كتير طيبة. مثل ما شايفين طراوة العجينة، مناسبين على الفطور أو العشاء. بنصحكم إنكم تجربوها وإن شاء الله رح تعجبكم كتير. بتمنى وصفة اليوم تكون عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك، وإذا كنتوا لأول مرة عم تشوفوا قناتي ما تنسوا تشتركوا بقناتي مطبخ مروة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعارات لما نزل وصفات جديدة. وانتظروني في فيديو جديد.